ويل لبرشلونة من شر قد اقترب. تشافي الونسو يقول مو اني، لا كذب، تشافي الونسو ما قال اصلا، بس هو حسب تصريحات تشافي الونسو اليوم بالمؤتمر الصحفي، وحسب اللي شفته بالمؤتمر الصحفي فرجال قافل ويقول اني قادم لاوروبا واسبانيا وبرشلونه ان شاء الله راح اشقهم نصين. هو قال مو اني، وصراحه هو ما قال اي شيء من هذا الشيء. سئلوا تشافي الونسو عن فينيسيوس ومبابي وقال اني عندي خطه شقاقيه ان شاء الله راح اخلي بيها هذا الثنائي ونتامل خيرا بتشافي الونسو. فانا اريد رايك كمدريدي قبل ما اكمل الفيديو، شنو رايك بقدوم تشافي الونسو لريال مدريد؟ هل راح نشوف فرق مع تشافي الونسو لو حال انشيلوتي؟ فممكن تشافي الونسو يقدم الكثير لريال مدريد بصراحه، لانه مدرب شاب يمتلك تكتيك مع ليفركوزن، وبصراحه الموسم كان خرافي وجبار. جاب الدوري الالماني لليفركوزن، وليفركوزن لاول مره يتوج بلقب الدوري الالماني البوندسليغا مع تشافي الونسو. ابرز الاشياء اللي سالوا عليها تشافي الونسو اليوم بالمؤتمر، قالوا له شنو رايك ببيلينغهام وين راح يلعب باي مركز؟ قال لهم بيلينغهام لاعب متميز جدا وممكن يلعب بعده مراكز، فبصراحه انا اتمنى ان اشوف بيلينغهام يلعب بمراكز الهجوم اكثر من مراكز الوسط، لان مثل ما شفنا باول موسم كان بيلينغهام موجود قدم اداء هجومي رهيب. اتمنى ان اشوف بيلينغهام يرجع الى المراكز الهجوميه، عوض النقص الموجود بالمراكز الهجوميه في ريال مدريد. اللي ما يعرف تكتيك تشافي الونسو، تشافي الونسو يلعب ضغط عالي. فبعد ما سالوه اليوم بالمؤتمر قال لهم احنا نريد نلعب ضغط عالي بوجود الكره وبدون الكره. فانا احس هذا الشيء احنا مفتقديه بريال مدريد، يعني ما اجانا اي مدرب شفنا من عنده هيش تكتيك ضغط عالي. احنا عرضيات يا شباب ويا زيدان ويا كارلو انشيلوتي فرديات وخوسيلو وامثال خوسيلو الاخرين وفينيسيوس وفرديات فينيسيوس. ما راح اقول لك راح نحصد الاخضر واليابس باول مواسمنا مع تشافي الونسو، ولكن اتوقع ان يكون مدرب ذو شأن عظيم جدا بنادي ريال مدريد، وراح يحفر اسمه بسبب انه شخص عنده تكتيك. انا هسه تشوفني دا اكرر كلمه تكتيك، لان احنا المدريديين محرومين من شيء اسمه تكتيك، نلعب بالشخصيه، نلعب بالفرديات، واحس هاي الامور قامت ما تجيب نتيجه حاليا. اكثر موضوع قالق المدريديستا هو موضوع رودريجو، راح يبقى رودريجو، راح يروح رودريجو، راح يتعامل وياه تشافي الونسو لو ما يريده. فسألوا تشافي الونسو اليوم بالمؤتمر عن رودريجو، وقال رودريجو لاعب ممتاز جدا وانا احتاج اليه وساتحدث معه قريبا. فان شاء الله رودريجو باقي، لان بصراحه رودريجو لاعب ممتاز، بس نعرف احنا انشيلوتي هواي اثر على اللاعبين، هوايه ما انطى فرص للاعبين مثلهم اردا جولر، وشفنا رودريجو باكثر مباريات كنا نحتاجه بيها ما كان ينزل. ورودريجو بعيدا عن كارلو انشيلوتي حتى منذب اللوم كله على كارلو، فرودريجو ايضا مستواه كان بيدروب. فان شاء الله مع تشافي الونسو راح يتوظف بمكان صحيح ونشوف اقوى نسخه لرودريجو مع تشافي الونسو.